حكاية قديس وشهيد قصتنا قصة أبونا عبد المسيح المقاري المنهري. أبونا عبد المسيح اتولد عام 1892 في مركز مطاي محافظة المنيا. أبوه كان اسمه حنين وأمه اسمها أستير وهو كان اسمه سمعان. اتعلم سمعان القراية والكتابة لوحده لأن كان الولد الوحيد على 5 بنات، فأبوه ما ودهوش المدرسة. كان دايما بيساعد باباه في تربية المواشي وزراعة الأرض، وكان دايما مع باباه وما بيسيبش باباه خالص في الشغل. لكن لما كبر وبقي شاب كان بيروح دير الكلامون علشان يترهبن هناك، لكن كان كل ما يروح الدير باباه يروح وراه ويرجعه تاني، لدرجة ان حصلت 3 مرات ابوه بيتضايق انه لما بيجيبه من الدير بيرجع يلاقي المواشي ماتت، فكان ابوه بيتضايق جدا من اللي بيحصل. لكن في نفس الوقت كان نفسه انه ابنه يبقى راهب، بس هو الولد الوحيد اللي عنده. ففي يوم بيتكلم معاه فقال له طب لو ربنا ادالك ولد يا ابويا تسيبني ان انا اروح الدير؟ قال له لو ربنا اداني ولد هسيبك. وفعلا بعد كده صلى وربنا اداهم ولد وسموه حنا. وبعدين ابوه قال له يا ابني روح الدير، وراح الدير واترهبن. لما اترهبن اترسم باسم ابونا عبد المسيح، وده كان سنة 1914. وابوه الروحي كان ابونا عبد المسيح المسعودي، وكان بيحب ابونا عبد المسيح المقاري جدا. في الوقت ده سيدنا لما جابه علشان يرسمه اسقف فقال له انا عايز اتجوز. فقال له ازاي انت عايز تتجوز؟ ده انت راهب. قال له بس انا عايز اتجوز. قال له خلاص يا ابني انت راهب وخليك في العالم وعيش وسط الناس وعيش وانت راهب، لاني حس ان هو عايز يهرب من المجد الباطل. وفعلا عاش في العالم وبقي بيخدم الناس وبيساعد الناس، وبتحصل معجزات كتيرة جدا على ايد ابونا عبد المسيح. منهم معجزة كانت بنت صغيرة تعبانة ومشلولة قاعدة على كرسي، ولما جابتها مامته لابونا وصلى لها شفيت في الحال. وبرضه بنت صغيرة تاني كانت مريضة ونايمة على السرير، لكن كانت سخنة جدا وما بتقدرش تتحرك، لدرجة ان امها خلاص فقدت الامل ان هي هتعيش. ولما قالت لابوها ان انا عايزة اجيب ابونا عبد المسيح علشان يصلي لبنتي، رد ابوها وقال لها ابونا عبد المسيح مين ده؟ للولاد بتتلم وبتقول له المجنون العبيط اهو، فما ينفعش ده ان هو يجي يصلي لبنتي. فمرضيش ورفض. لكن صاحب باباها راح في الوقت ده وقال له تعالى يا ابونا صلي للبنت، بس هو كان قلبه حاسس باللي بيحصل، فقال له لا خد الشال بتاعي وروح حطوه على البنت وصلوا وقولوا يا عذراء يا ام النور والبنت هتشفى. وفعلا لما رجعوا حطوا الشال البنت شفيت، ومن بعديها ابوها راح وتأسف لابونا، وكان من بعديها بيحب ابونا عبد المسيح جدا. حصلت معجزات كتيرة جدا، منهم ست كانت غلبانة جدا وما كانش عندها غير بطاية، وفي اليوم ده البطاية ماتت قبل العيد وهي كانت عايزة تذبحها على العيد لولادها. فراحت لابونا وقعدت تعيط، فابونا بيقول لها طب هي فين؟ قالت له اهي. خدها وحطها في المية ورجعت عايشة تاني. وابونا عبد المسيح كان بيعمل معجزات جميلة جدا جدا، وكان دايما يقول ان انا هكلل وافرح يوم العيد. فكانت الناس بتستغرب ازاي اب راهب هيكلل ويفرح يوم العيد، لكن فعلا تنيح ابونا يوم عيد القيامة الصبح، وده كان يوم 14 ابريل 1963. وبركة ابونا عبد المسيح تكون معنا، ولربنا المجد الدائم الى الابد امين.